السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا تاني مع النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. مكتب رئاسة المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف. المادة الثالثة، المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ATE. إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. 2. التنسيق مع المؤسسة الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، وذلك من خلال زيادة الوعي لدى المواطنين وتعريفهم بمخاطر الإرهاب والتطرف، وإعداد برامج ثقافية توعية ورياضية تتضمن بحث لحالات الأفراد ذات الأفكار المتطرفة، والعمل على إنشاء مراكز للنصح والمساعدة من رجال الدين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع. وضع الخطة اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها، ودراسة منح وقروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح الأولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة. دراسة الأحكام التشريعية المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية. الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار، والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية، ويتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب. إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدولة الداعمة للإرهاب وضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي تبث من خارج البلاد. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.